ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده هنعمل مع بعض حلو سهل كده وبسيط ومكوناته موجوده في كل بيت. النهارده هنعمل مع بعض البطاطا بطريقه حلوه جدا، الطعم بتاعها في منتهى الجمال. اغلبنا متعود يا اما البطاطا يا اما بتكون مشويه يا اما بتكون مسلوقه. طريقه النهارده بجد هتجربيها وهتقومي تعمليها على طول، من جمالها وسهولتها ومش مكلفه ومكوناتها موجوده في كل بيت، وغير ان الطعم بتاعها في منتهى الجمال. شايفين بجد جمال الطبقات بتاعتها؟ حاجه كده خياليه بجد. فنسمي الله ونصلي على الرسول. لو لسه اول مره تتابعيني يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد معانا باذن الله. ولو بتتابعيني على الفيسبوك يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وتعملي شير للفيديو عشان يوصلك كل جديد معانا. في الاول كده انا هجيب بقى البطاطا بتاعتي. انا كان معايا حوالي 2 كيلو من البطاطا. انا جبت البطاطا بتاعتي غسلتها، وبعد كده أنا هجيب القشره بتاعتي كده اقشر بيها البطاطا وبعد كده اغسلها غسله تانية. هجيب بقى البلانشه بتاعتي واقطع البطاطا بتاعتي على حلقات متوسطه، هتكون بالشكل ده. انا هخلص بقى كل الكميه اللي معايا، وبعدين هجيب الصينيه او الحله بتاعتي هضيف فيها البطاطا اللي انا قطعتها، واضيف عليهم كوبايه من الميه. انا هنا ضفت كوبايه من الميه كانت سخنه عشان اسهل بس عمليه السلق. ومعايا هنا 4 معالق من السكر، والسكر ده نسبي على حسب برضو سكر البطاطا وعلى حسب السكر اللي انت بتفضليه. انا هنا رفعتها على النار لغايه ما اتسلقت تماما. انا محتاجاها تتهري خالص، مش محتاجه فيها اي قطع. في الوقت ده لو في اي سوائل في البطاطا انا طبعا بشيلها منها خالص. وهجيب هنا البطاطا انزلها في البوله بتاعتي واهرسها تماما. انا محتاجه كده البطاطا بتاعتي تكون بيوريه، مفيش فيها اي قطع نهائي. انا هنزل هنا بظرف من الفانيليا، ومعايا هنا ربع كوبايه من الحليب، ومعايا هنا معلقه كبيره كده من الزبده. وهقلب كل الميكس ده كله بقى مع بعضه. عايزه اقول لك وانت بتقلبي الخليط ده كله مع بعضه هتشمي ريحه خطيره بجد، الطعم في منتهى الجمال. انا في الوقت ده هكون مجهزه الصينيه بتاعتي. معايا هنا الصينيه هضيف عليها معلقه كده من السمنه. انا ضفت هنا معلقه من السمنه البلدي، تقدري تضيفي زبده او سمنه مفيش اي مشكله. وهدهن بيها الصينيه. ومعايا هنا البطاطا بتاعتي هنزل بيها. طبعا طبقه البطاطا دي ترجع لك، بتحبي طبقه البطاطا تكون سميكه مفيش مشكله، بتحبيها تكون رفيعه تمام، انا بحبها تكون وسط. انا هفرد بقى البطاطا بتاعتي في الصينيه. في الوقت ده طبعا تقدري تضيفي على الوش كده مكسرات لو متوفر عندك او بتحبيها. لو مش متوفر ومش اصلا بتحبيها عادي تقدري تستغنى عنها خالص زي كده، انا اصلا ما ضفتش. انا معايا هنا بقى الطبقه التانية اللي يعملها مع بعض. معايا هنا لتر من الحليب، هضيف عليهم 4 معالق من السكر، ومعايا 4 معالق من الكاستر، ومعايا هنا معلقتين من الكريم شانتيه، ومعايا هنا ظرف من الفانيليا. هقلب ده كله بقى على البارد وارفعه على النار. لو متوفر بقى عندك قشطه عايزه تضيفيها مفيش اي مشكله، متوفر عندك بقى كريمه سايله تقدري تضيفيها برضو، كل ده بيعزز من النكهه بتاعتنا وتدينا قوام كريمي وحلو جدا. انا هقلب كل المكونات دي مع بعضها لغايه ما الخليط بتاعنا يبدا يتقل، واضيف معلقه زبده واقلب ده كله بقى مع بعضه. اغلبنا متعود ان طبعا البطاطا يا اما نعملها بدقيق وبشاميل، بس بجد هتجربيها بالكاستر الطعم بتاعها خطير جدا. انا هنا بعد ما طبقه الكاستر بقت جاهزه معايا هضيفها هنا بقى على البطاطا. في الوقت ده انا مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 200 رف اوسط. هشغل لها من تحت لمده 5 دقايق، وبعدين هشغل لها الشوايه وهتطلع معايا بالجمال والحلاوه دي. بجد الريحه بتاعتها خطيره جدا. طبعا تقدري تاكليها وهي دافيه، تقدري تاكليها وهي بارده، في كلتا الحالتين الطعم بتاعها في منتهى الجمال. عايزه اقول لك بقى ان ميكس البطاطا مع الكاستر خيالي جدا، متاكده انك هتقومي تعمليها ومش هتبطلي اكل فيها من جمالها. واخف جدا من البطاطا اللي بنعملها بالبشاميل، طعم وريحه في منتهى الجمال بجد. يا رب الوصفه تكون سهله وبسيطه وتعجبكم. هستنى رايكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه جديده، واشوفكم على خير.